السلام عليكم. شهدت اليمن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخها بعد اختفاء منصة تداول وهمية تحمل اسم آيتيس، كانت تستهدف المواطنين بوهم الاستثمار في تداول العملات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبحسب مصادر متطابقة، تمكنت المنصة من جمع أكثر من 12 مليون دولار من قرابة 40 ألف مشترك، حيث تراوحت المبالغ المسلوبة بين 80 و900 دولار للفرد، بمتوسط يبلغ 300 دولار. وأوضح المحلل الاقتصادي علي التويتي أن هذه الشبكة اتخذت من مصر مقرا رسميا، واستغلت حاجة الناس للربح السريع من خلال وعود كاذبة ورحلات تدريبية لجذب المزيد من الضحايا قبل أن تختفي بشكل مفاجئ. وتأتي هذه الحادثة لتؤكد مجددا على خطورة التعامل مع المنصات غير المرخصة، وضرورة التحقق من مصداقية أي مشروع استثماري في الواقع قبل ضخ الأموال فيه. شكرا لكم.